السلام عليكم ورحمة الله. خلافا لعادتي في رمضان ما وصلت حلقة بحلقة، جعلت لكل حلقة موضوعا، لكن الموضوع الذي تكلمت فيه بالأمس موضوع يستحق بعض الشرح. لما تكلمت عن الكبائر، الذنوب كما عرفتم مقسمة إلى أقسام ثلاثة: في كبائر هي عقوبتها أشد، وفي صغائر، وفي أمور لمم مثل المخالفات والجنح والجنايات. أشبهها تشبيه تقريبا لكم، ولا أقيس الشرع بالأحكام الوضعية معاذ الله، بس تشبيه للتقريب. قلت لكم أنه في أمور 5 هذه اتفقت الشرائع واتفقت القوانين الوضعية، الشرائع الإلهية المنزلة قبل أن تبدل. طبعا في بعضها بدل ولم يبقى منها سالما من التبديل إلا الإسلام، ولذلك كلمة على الهامش استطراد، لكن قد يكون هذا الهامش أهم من الصلب. الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام الصراط المستقيم بين نقطتين بالهندسة، هل يمكن أن يمتد بين النقطتين إلا مستقيم واحد؟ الثاني ما صار مستقيما، صار منحنيا. نعم، فكلها اتفقت على وجوب حفظ الأشياء 5. أولها الدين أهم ما يحافظ عليه العاقل. لماذا؟ لأنه حياتنا على هذه الأرض، ولك حياة محدودة كما قلت لكم، أيامها معدودة. مهما عاش الإنسان، لو عاش فيها عمر نوح، لو عاش فيها عمر لقمان، مهما طالت به الحياة لا بد أن تنتهي، لكن في حياة أخرى لا تنتهي. ولذلك ربنا خبر أن تلك هي الحياة، دار الآخرة لا هي الحيوان. حيوان مو حيوان، الحيوان هنا مصدر حي يحيى، الحياة الحقيقية. والدين هو الذي ننجو فيه ونسعد بتلك الحياة الحقيقية الدائمة. ولذلك كل عمل يخل بالدين هذا من أكبر الكبائر. الشرك والكفر هذا أكبر الكبائر، ولذلك المجتمع الإسلامي لا يسمح فيه ببقاء المرتد. واحد كان مسلما ثم بدل دينه، من بدل دينه فاقتلوه. ليش؟ نحن ما أجبرنا على الإسلام، الإسلام ما أجبر أحدا على أن يدخل فيه كرها. لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، لا كما يفهم بعض الناس اليوم ممن يكتب عن غير علم ويتصدر ولا يستحق الصدارة، فيتكلم بأمور ليست مسلمة ولا ثابتة. لا إكراه في الدين مو معناها نفي الجهاد ونسخ آيات الجهاد، لا، الجهاد أصل من أصول الدين. لا إكراه في الدين لأن طبيعة الدين لا تقبل الإكراه. الدين عمل قلبي مثل الحب والبغض. لو اليوم هلا رجل ما تحبه امرأته، قال له تعي لون، يا بتحبيني يا بكسر راسك، جاب العصا قال له يا بضربك حتى تحبيني، تكرهه. لو جاء طاغية من الطغاة، جنكيز خان أو تيمور لنج أو من شئتم من الطغاة، يستطيع أن يجعل الناس يخضعون له، وأن يجعلهم يتبعون أمره، وأن يفعلوا ما يريد. لا يستطيع أن يسيطر على قلوبهم، لا يستطيع أن يجعلهم يقتنعون بصحة ما يدعوهم إليه. هذا عمل من أعمال القلب، صاحبه لا يملكه تماما. هاي معنى. إذن أعود إلى موضوعي، صار الأصل الأول الدين، فكل إخلال بالدين هذا من أكبر الكبائر. ثانيا الحياة، من يعطل الحياة القتل من الكبائر بلا شك، وما يقرب منه الإيذاء الشديد كقطع عضو أو شيء من الكبائر. الثالث العقل، ولذلك ما يذهب العقل هذا من الكبائر. كيف يسعى في جنون؟ ابن الوردي كانوا يحفظوننا قصيدته، كان الأدب على أيامنا هذا:
قصيدة ابن الوردي وقصيدة البستي ومدري إيش، ما كان لسه يعني انتشر أدب أبي تمام والبحتر المتنبي، مش مهم، هي كلمة على الهامش. فيقول كيف يسعى في جنون من عقل؟ صحيح والله، واحد عاقل يعمل نفسه مجنونا، يشرب، يدفع ماله ليشتري شرابا يضيع عليه عقله، فإذا هذا الذي يشرب الخمر يأتي بكبيرة من الكبائر يستحق عليها العقوبة الشديدة، مثل الخمر، الحشيش. لأنه العلة واحدة، الخمر، شو الخمر؟ كل ما خامر العقل، من خامر، خالط العقل فعطله. استعمال اليوم المخدرات الشديدة بلا داع صحي، بدون ضرورة صحية وبدون مشورة طبيب، أيضا محرمة، ولذلك هي اليوم منتشرة انتشارا هائلا في البلاد الأخرى. متى أقبلوا عليها المخدرات؟ في أمريكا وفي السويد وبالدنمارك وفنلندا وبلاد كثيرة، لما فقدوا إيمانهم احتاجوا، هذه حرام. بعدين ما فيه خلط النسل، تعطيل النسل أو خلط الأنساب، الزنا، وما يمنع يعطل سنة الله في التكاثر الطبيعي، هذا ممنوع. الزنا من الكبائر بلا شك. المال من مقومات الحياة، ولذلك ربنا سماه بالقرآن خير. إن إيش كتب عليكم إذا أحضركم إن ترك خيرا، لحب الخير لضنين لشديد، لحب الخير لشديد، فسمى المال خيرا. ولذلك التعدي على المال وأخذ المال بلا حق هذا من الكبائر. السرقة من الكبائر وعقوبتها شديدة جدا إذا اجتمعت فيها الشروط الموجبة للقطع. في عندنا أمور تانية قعدت أنا أفكر بها، مو أقول أنا أستغفر الله أني أقرن نفسي بالعلماء، لا، قل هذا الذي يقولونه. قل طيب عقوق الوالدين، شهادة الزور، هي لا فيها ذهاب العقل ولا ذهاب النسل ولا ذهاب المال ولا فيها. إذن لماذا منعت؟ إذن في أصل سادس غير هالضرورات الخمس، ضرورة سادسة هي الأمن الداخلي، ممكن نسميه، أو السلوك الإسلامي القويم. فكل ما فيه إخلال كبير بالسلوك الإسلامي، الغش، الخديعة، الكذب، الغيبة، النميمة، عقوق الوالدين، قطع الرحم، هالأشياء كلها هي فيها إخلال بسلوك المسلم. لو أن كانت بيقول لك إذا أردت أن تعرف صفة من الصفات أن تعرف أنها خير أو شر، عممها. لو قلنا كل واحد يجوز له ولا بأس عليه من أن يكذب ويغش، شو بتطلع الأمة؟ أمة كذابين، أمة غشاشين، أمة مغتابين. ولذلك هي أيضا من الكبائر. في شغلة تانية، الأمن الخارجي، الهرب من المعركة الإسلامية. شو معنى المعركة الإسلامية؟ الجهاد هو المجاهد الذي يقاتل لإعلاء كلمة الله، هذا هو المجاهد في نظر الإسلام. فمن إذا كانت المعركة لهذا، بتقول اليوم قد يكون الحرب في ذاتها عم نحارب إسرائيل، لكن الدولة اللي أنا فرد من جيشها ما يعني ظاهر على من بيدهم أمر القيادة أنهم ما يريدون إعلاء كلمة الله، هل أهرب من المعركة أو أدخل معهم؟ لا، أنا أدخل ما دام العمل سليما وأصحح نيتي بيني وبين الله، أنوي أنا بعملي النية التي تجعلني من المجاهدين، وإذا مت تجعلني من الشهداء. التجسس للأعداء، موالاة غير المسلمين. شو معنى موالاة غير المسلمين؟ هذه وقع رأينا من عهد قريب، يعني من سنين. في قبرص مثلا كان يختلف الأتراك المسلمون مع القبارصة اليونانيين غير المسلمين، وجد من المسلمين من يوالي هؤلاء غير الكفار غير المسلمين على المسلمين. هذا أمر من الكبائر. ولذلك ومن يتولهم منكم فإنه منهم. التولي ليس معنى التولي أن نصادق
منهم من لم يؤذنا، اللي ما قاتلونا ولا أخرجونا من ديارنا، الله ما منعنا أن تبروهم وتقسطوا إليهم، وإنما الكلام في من حتى من كان من أهل بلادنا غير المسلمين الذين يعدون مواطنين عندنا، إذا والوا أعداءنا جو حاربونا مع إسرائيل، تركوا جبهة المسلمين وراحوا قاتلوا وقووا جبهة إسرائيل، هذول خرجوا وفقدوا ذمتهم، يعني العهد الذي بيننا وبينهم انتقض. بقي في كلمة، إذا وجدنا اليوم، والله انتهى الوقت، في كلمة كان ينبغي أن أقولها، أنه من علامات الكبيرة أن يلعن الرسول عليه الصلاة والسلام من يفعل الأمر. الرسول لما بيجي مثلا لعن الله النامصات والواصلات شيء، هذه لماذا اختلف فيها العلماء؟ هلا بالمغني بيقول لك رواية عن أحمد أنه إذا قصت المرأة أو الرجل الشعر الزايد هذا من حاجبها ما يسمى نمصا. السبب فيها إذا رأينا الآن وصفا لعمل بأنه من الكبائر أو لعن لفاعله، واللعن يدل على أنه كبيرة لا يدخل تحت الضرورات الخمس، لا في إضاعة دين ولا إضاعة عقل ولا إضاعة مال ولا شيء ولا إخلال بالسلوك الإسلامي، يكون هذا لسبب خاص، والسبب ما نقله الناقلون. هلأ النمص ما بين لنا من نقل الحديث ما هو المراد منه، رجعنا للمعاجم قلنا يا أرباب اللغة قولوا من نمص، قالوا النمص النتف. هل نأخذ بظاهر الحديث ونقول كل من ينتف شعرة من جسدي يكون ملعونا بعض الشعر؟ وانتهى الوقت الآن، على عادتي أتم أنتم من عندكم، والسلام عليكم ورحمة الله.